سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا وإياكم في سلسلة من حلقات الطريق إلى الجنة، وهذه السلسلة أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها، وأن نكون من الذين قال الله عز وجل فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فكل خطوة وكل طريق لابد من الأخذ به والتمسك به حتى نصل إلى هذه الجنة. ومعنا اليوم موضوع مهم أكثر الله عز وجل ذكره بالقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام بالسنة، بل كما قال الإمام أحمد: هذا الأمر بالدين كمنزلة الرأس من الجسد، فهل هناك حياة إذا قطع الرأس؟ وهذا الأمر ذكره الله عز وجل بالقرآن كثيرا وكثيرا، بل أخبر الله عز وجل أن الجنة من أسباب دخولها هذا الأمر، وتستقبلهم الملائكة تستقبل المؤمنين عند أبواب الجنان، تذكرهم بهذا الخلق وبهذه الصفة من صفات المؤمنين. أي صفة هذه؟ قال الله عز وجل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أي الجنة من أسباب دخولها الصبر، والصبر 3 أنواع، منها أن يصبر العبد على طاعة الله عز وجل، وهذا أعظم صبر، أن يصبر الإنسان على صلاته، على ذكره، على عبادته، على صيامه، على حجه، على بره، على تقواه، يصبر على طاعة الله عز وجل. ثانيا، أن يصبر الإنسان والعبد عن معاصي الله، عن المعصية، أن يصبر عن الزنا، عن شرب الخمور، عن النظر إلى الحرام، عن أكل الحرام، عن شرب الحرام، عن قول الحرام، يصبر عن جميع الذنوب والمعاصي. الصبر الثالث، إذا نزل عليه البلاء وإذا نزلت عليه المصيبة، أن يتصبر ويتجلد ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم يا رب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من منا لا تنزل عليه مصيبة أحيانا؟ من منا لا يأتيه كرب أو تأتيه فاجعة أو يأتيه خبر يحزنه؟ من منا؟ انظر إلى من حولك، هل ترى إلا مبتلى أو مهموم أو مكروب أو عنده ما يحزنه ويشغله؟ من الناس من يأتيه المرض، وهذا الحديث بشارة للمرضى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده، للذين يزورونه ماذا يقول؟ فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه، فيعودان إلى الله عز وجل، فيقول الله عز وجل: إن لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
فإذا أتت الكارثة ونزلت المصيبة وفقدت الأموال وضاع الحبيب وذهبت الصحة والعافية وخسرت هذه الدنيا لكي لا تأسوا على ما فاتكم. خلاص ما فات لا تأس عليه ولا تحزن ولا يصيبنك الجزع، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. هذا عبد من عباد الله عز وجل أتاه خبر أفجعه يوم من الأيام، ابنه فلذة كبده حبيبه بالدنيا الذي تعلق قلبه به، جاءه الخبر يوم من الأيام أن ابنك قد مات. ماذا يفعل؟ هل يقتل نفسه؟ هل يصرخ؟ هل ينوح؟ هل يعترض على قدر الله عز وجل؟ هذا الرجل كان شاعرا فكتب في ابنه رثاء شعر. انظروا ماذا قال هذا الشاعر: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. يقولون هذا الرجل أبو الحسن التهامي مات بعد زمن، فرآه أحد الناس بالمنام، والرؤيا أحيانا تكون حق، فقال له: يا أبا الحسن ما الذي جرى لك؟ ماذا فعل بك ربك؟ قال: رضي عني ربي وغفر لي ذنبي. قال: كيف؟ وما الذي أدخلك هذا الرضوان؟ وكيف غفر الله عز وجل ذنبك؟ قال: ببيت في شعر قلته. قال: أي بيت؟ قال: جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. قالها راضيا محتسبا الأجر عند الله عز وجل. إياك وإياك أن يقول أحد منا أن المصيبة التي بي لم تنزل على أحد من العالمين. لا تقولوا هذا الكلام، فإن هناك من هو أدنى منكم حظا، ومنهم من هو أكثر منكم مصيبة. ألم تسمعوا إلى نبي الله أيوب؟ وكلما ارتفع إيمان العبد ازداد بلاؤه وازدادت المصيبة عظما عليه، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه. هذا نبي من أنبياء الله أيوب عليه السلام، ابتلاه الله عز وجل حتى لم يبق له من جسمه إلا قلبه ولسانه يذكر ربه جل وعلا. شل جسده، تركه أحبابه وأصحابه، لم يبق مرض إلا ونزل عليه السلام، ودعا ربه فقال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. بل نبينا عليه الصلاة والسلام كم بقي من أبنائه؟ أولاده الثلاثة ماتوا جميعا، فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام. ما صرخ، ما شق جيبا، ما فعل ما يفعله بعض الناس ممن بقيت فيهم بعض الجاهليات، لكنه المحتسب والصابر الراضي. كم أحب ابنه إبراهيم، فلما جاءه خبر وفاته قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ابن عباس رضي الله عنهما كبر في العمر حتى ذهبت عيناه رضي الله عنه وأرضاه. كان يوم من الأيام يذهب في سفر، فجاءه
خبر، لكن خبر أليم. قالوا له: يا ابن عباس، ابنك قد مات، ابنك قد مات. فنزل رضي الله عنه من دابته، وكان على طهارة، وكبر واستقبل القبلة وكبر، وصلى ركعتين ثم سلم، ثم قال: فعلنا كما أمرنا ربنا جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعان بالصبر واستعان بالصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إلى كل من فقد حبيبا، إلى كل من فقد عضوا من جسمه، إلى كل من فقد صحته أو فقد أمواله أو فقد الدنيا بأجمعها، اعلم أنها الدنيا طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. لا تقل إلى متى، لا تقل تعبت، لا تقل سئمت. تعرف إلى متى يستمر الصبر؟ يستمر الصبر حتى تسمع صوت الملائكة بإذن الله عز وجل تسلم عليك عند أبواب الجنان، تقول لك: سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لا تقل إنني مظلوم، لا تقل إنني مقهور. اعلم أنه هناك يوم للحساب، ومهما طالت المصيبة ومهما طال أمدها فإن لها نهاية، كما قال الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. هكذا الدنيا، بل أفضل الخلق فيها لم يهنأ فيها بعيش. رآه عمر يوم من الأيام نائما على حصير أثر في جنبه فبكى، فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ماذا حصل للعلماء، للصالحين، للصديقين؟ ماذا حصل قبلهم للأنبياء؟ ماذا حصل لهم؟ منهم من قتل، منهم من ذبح، منهم من عذب، منهم من طرد من بلده. هكذا الدنيا، أحب الناس فيها إلى الله أكثرهم بلاء، سنة الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وكما قال بعضهم: العافية سترت البر والفاجر. الصالح والفاجر سترتهم العافية، فإذا جاءت البلوى تبين عندها الرجال. ولما عذب آل ياسر ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. والله عز وجل أمر المؤمنين كما قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن لا بد في الطريق إلى الجنة من الصبر، ولن يدخل أحد إلى الجنة إلا بالصبر. صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصيه، وصبر على البلاء إذا نزل، والاستعانة بالله عز وجل في الصبر. أقول هذا القول وأستغفر الله عز وجل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.